قراءة التاريخ بتبقى عاملة ازاي؟ صحيح. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي ديت قصة برنامجنا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني في أيام بتبقى علو وأيام سقوط، اب داون. نعم. ده شيء متكرر في كل مراحل التاريخ. أمة الإسلام زي بقية الأمم ليها برضو لحظات صعود ولحظات هبوط، مع بعض الاختلافات. لعلنا إن شاء الله مع شرح المنحنى اللي مفترض أن يكون لأمة الإسلام على مر الحلقات القادمة هنقدر نفهم إيه هي الفروقات بين أمة الإسلام وغيرها من الأمم المختلفة. أنا في كيرف كده أو في منحنى بتخيله لبناء أمة الإسلام. أنا بتخيل أن أمة الإسلام بتبدأ بنقطة معينة، لحظة معينة من اللحظات ربنا سبحانه وتعالى بيمن فيها على الأمة بشخصية مجددة تبدأ في الإصلاح والتغيير. الشخصية دي ممكن تبقى واحد، ممكن تبقى اتنين، ممكن تبقى 10، ممكن يبقوا أكتر من كده في أماكن مختلفة من العالم أو في مكان معين. بيبدأ في الإصلاح، بيبدأ بحاجة بسميها مرحلة الإعداد. يعني هي نقطة بداية معينة، ثم بعد ذلك مرحلة الإعداد. في مرحلة الإعداد ديت بيبتدي يكون جيل حواليه. الجيل ده بيبتدي برضه يفكر معاه في الإصلاح وفي الخروج من الأزمات اللي بتمر بها الأمة، وبتبتدي الأمة تنمو مع مرور الوقت. مرحلة الإعداد دي بتبقى مرحلة بطيئة شوية، طويلة شوية، والنمو فيها بطيء، لكن هي الصعود فيها مستمر بشكل مضطرد. يعني احنا النهاردة عددنا سين مثلا، بقى عددنا 4 سين، بقى عددنا 10 زي سين، النبي كده صلى الله عليه وسلم في 6 بقينا كذا، بقى 72. وهنضرب طبعا مثل من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حياة التاريخ عشان نثبت الكلام اللي بنقوله في المنحنى اللي احنا بنعمله ده. بيفضل النمو ده ماشي بمعدل يعني بطيء نسبيا لحد ما بيحصل حاجة أسميها نقطة النشاط. نقطة النشاط ديت حدث يكرهه عامة المسلمين. يعني اللي يحلل الأحداث يقول المسلمين هيخشوا في أزمة كبيرة. حدث يكرهه المسلمون زي مثلا موت بني آدم، أو زي موت إنسان مغير أو مجدد، يعني شخصية كبيرة، أو هزيمة كبيرة تمر بها المسلمون، أو أزمة من الاضطهاد أو القهر أو التعذيب بشكل مبالغ فيه. فبيشعر المسلمون بشيء من الأسى نتيجة هذه النقطة، لكن أنا بسميها نقطة النشاط، لأن بعدها يدخل المسلمون فيما أسميه بزمن وضوح الرؤية. يعني إيه زمن وضوح الرؤية؟ يعني زمن اللي بيحصل فيه نوع من الابتلاء والاختبارات الشديدة التي تقع على عاتق المؤمنين. لما بيحصل الابتلاء ده بشكل متكرر ينقى الصف، يبتدي بعض الذين انتسبوا إلى الصف وليسوا منه، بعض الذين ادعوا الإيمان وليسوا من المؤمنين، بيبتدوا يعني يخرجوا من الصف نتيجة يعني هذه مع الاختلاط اللي بيحصل بيبقى واضح ان بيختلط الحابل بالنابل. بالظبط، هذه اختلاط. فعند اللي بيحصل الابتلاء بيحصل تنقية للصف، فلترة بقى، فلترة بالظبط. فبيقع الناس الضعفاء والمنافقون وما إلى ذلك، ويكمل المؤمنون. عندما يكمل المؤمنون بنلاقي فيه تنامي في هذا المنحنى بشكل واضح، وبترتفع حالة الأمة الإسلامية وإن كانت مضطهدة في هذا الزمن. الكلام ده طبعا هنجيله إن شاء الله في الحلقات القادمة على تطبيقات عشان تثبت لنا صحة هذا المنحنى. ده تصور شخصي من الدكتور راغب ولا هو الحقيقة هو خليط ما بين بعض التصورات التي قرأتها هنا وهناك وما بين التصور الشخصي ليا. وأنا قعدت أرسم المنحنى ده بلا مبالغة في حوالي 16 أو 17 سنة متصلة من دراسة التاريخ الإسلامي. المنحنى ده عشان أعرف أعمل المنحنى ده، لأن هو كل نقطة فيها ليها تطبيقاتها ولها استقراءاتها. وأنا ما عملتش المنحنى وبعد كده نظرت إلى التاريخ ده. أنا نظرت إلى التاريخ الأول وحللت منه فخرجت بهذا المنحنى. في ترتيبات يعني في داخل نقطة أو مرحلة زمن وضوح الرؤية ديت. في مرحلة أخيرة اسمها مرحلة الزلزال، هنيجي إن شاء الله بعد كده نتكلم عليها بشيء من تفصيل. ثم تنتهي مرحلة زمن وضوح الرؤية بما أسميه نقطة الصدام. نقطة الصدام دي بيبقى صراع بين الحق والباطل، صراع بين المؤمنين والكافرين، وبيبقى ممكن تكون معركة يوم واحد. لكن بعد هذه المعركة أو بعد هذا الصدام بيحصل انتصار كبير للمسلمين، وبيدخل المسلمون فيما أسميه بزمن التمكين أو زمن القوة. بيحصل بقى انتشار للإسلام وعلو للإسلام والمسلمين، وبيبقى القضية خلاص أصبحت القوة الإسلامية ممكن تبقى القوة رقم 1 في العالم، لافتة جدا للنظر، الناس كلها بتتكلم عليها، بقى في وضوح خلاص، في وضوح خلاص إن هذه الأمة رقم 1 في مرحلة من مراحل التاريخ. ثم في قمة هذا الهرم أو قمة هذا المنحنى زي ما احنا بنشوف على الخريطة بيحصل شيء من التدرج في النزول. والتدرج في النزول ده لحاجة مهمة جدا اسمها فتنة الدنيا. يعني لما تنتصر الأمة الإسلامية انتصار كبير ويحصل انفتاح للأموال وكثرة في الثروات وكثرة في الأملاك والإمكانيات،
الناس عادة تفتن بالدنيا، فتنة الدنيا فتنة خطيرة جدا، وبرضه هنتكلم عليها في الدروس القادمة. فبنقول ان فتنة الدنيا دي بتبتدي تأثر على طبيعة المسلمين، فبتبتدي الإيمان بتاعه يقل، وتبتدي الطاعة بتاعته لربنا سبحانه وتعالى ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بتقل، وبالتالي بيحصل نوع من الانحدار في الأمة الإسلامية، لحد ما تيجي لحظة اسمها نقطة الانكسار. ممكن برضه تبقى معركة يوم واحد، أو موت إنسان معين، أو حدث معين، هزيمة أو كذا أو كذا من الأمور، فتسقط الأمة الإسلامية ويحصل نوع من الهبوط السريع في حالة الأمة الإسلامية. ممكن تنحل دولة كاملة لمعركة يوم واحد. الكلام ده مش معناه ان المشكلة حصلت في يوم واحد، معناه ان من قبل كده واحنا بنسقط حصل، بس ما كناش واخدين بالنا، شيء متدرج. بعد نقطة السقوط ديت انا ببشر عامة المشاهدين والمشاهدات وكل المسلمين ان المسلمين ما بيسقطوش ابدا لنقطة الصفر، لازم تيجي بعد نقطة السقوط ديت نقطة بداية من جديد، ويرجع مجدد جديد، والمنحنى يتكرر بالظبط، ياخد على عاتقه إعادة الأمة الإسلامية إلى مكانتها، ويبتدي يربي من جديد، ونخش في زمن الإعداد وزمن وضوح الرؤية، ثم القوة من جديد، وهكذا وهكذا إلى يوم القيامة. طب هل المجدد زي ما اتفقنا حضرتك قلت لي المجدد قد يكون فرد، قد يكون أمة؟ نعم. احنا عايزين نشوف يعني نستقرئ أولا، بنتكلم عن نشأة المجدد ونستقرئ هذا الكلام من حياة النبي صلى الله عليه وسلم.